السلام عليكم، رجعت لكم تاني. أنا دايرة أعمل البيتيفور السوداني. هنا عندي السمنة دي السمنة البلدي، وهنا عندي الزبدة. تمام. والفانيليا أقصد فانيليا، وفي الباكنج باودر، وفي بيضة، وفي كمان دقيق، كوبايتين دقيق، ونص كوباية سكر مسحون، وشوية ملح. تمام. هبدأ معاكم الطريقة. أولا هنقوم بسم الله هنقوم نكسر البيضة. يلا انتوا لو حابين فيكم تعملوا بيضتين، لكن تضيفوا المكونات. تمام. تضيفوا المكونات دي، تضيفوها. بسم الله. بسم الله. تضيفوا المكونات. دارين مضرب كده، مضرب. تمام. نجيب مضرب، بحطه بالمضرب الكهربائي. تمام. حاطه بالمضرب اليدوي. هنضيف السكر، هنضرب السكر والبيض. في ناس بيضيفوا هيل، في ناس بيضيفوا حبهان. هو أنا عندي هيل لكن ما مسحون. والهيل أنا أكتر شي بنضيفه في الناعم، يعني مثلا الناعم. تمام كده. هنضيف الفانيليا. هنضرب. تمام كده. هنا الزبدة 250 أو أقل، يعني لازم أنا عندي الكبيرة، قمت قسمتها. وحنقوم أزيد من السمنة البلدي هذا. يا بنات السمنة دي رهيبة، بجيبوها لنا هنا الأتراك. تمام. فأنا جربتها سمحة شديد، يعني كأنه ناتور، يعني كأنه طبيعي، يعني زي حقنا حق السودان دايما في الأرياف يكون السمنة رهيبة جدا. بسم الله. بقوم بشيل منها السمنة، بتدي نكهة للديفور. تمام. بقوم بشيلها. بسم الله كده. أنا بضيف منها ملعقة لمعلقتين لثلاثة، لو حابين تزيدوا، عشان أنا بسويها أنا كده حكون اسمه الزبدة. أضيف الزبدة هناك. بسم الله. أضيف الزبدة. دي السمنة اللي أنا ضفتها. الله. أنضف السمنة دي. تمام. دي السمنة، ده المقدار اللي أنا ضفته. أقوم هزيد الزبدة. تمام. هزيد الزبدة.
هنضرب المكونات دي مع بعض. تمام، لانه كده هنعجن، هنزيد الدقيق وهنعجن. تمام، هنقوم نعجن الدقيق والسمنة وشنو وذرات الملح، نقوم نضيف فيه شنو ذرات من الملح كده. خلاص نقوم نعجن، انا هعجن وهرجع لكم. تمام، هاي شباب رجعت لكم تاني. شفتوا العجنة الطريقة النهائية كيف؟ شفتوها طبعا الطريقة. فبعد ما انا عجنت الوصفة دي كده اقوم اخدها في الترابيزة وافردها عشان اشكلها. تمام، اشكلها معاكم ان شاء الله. بسم الله. اصبحت لينة وطرية. بسم الله. يا بنات انا هفرد العجينة وهوريكم طريقة التشكيلة وكيف ان شاء الله. فعلموهم على الإمام. فأنا والدي كان بقول لي يا رفيع يا بنتي أفضلك ما تاخدي حقك منه، خلي ربنا هو اللي ياخد حقك منه. سبحان الله. فكلامه كان في فجته، عشان كده أخذ الحق خليه يا الله. الله ده قادر ياخد حقك. سبحان الله. يعني الإنسان مهما كان مهما صار ابن آدم ده ضعيف. فالمهم شباب أنا خلصتها. باقي لي حاجة بسيطة اهو عشان اوريكم النتيجة النهائية كده. طلعت لي بالطريقة دي. باخدها في الفرن. انا فاتحة الفرن مسبقا لدرجة 180. شوفوا ما شاء الله رهيبة. 180 درجة الحرارة. الحرارة تحت وفوق الفرن، حرارة تحت وفوق. وبعد كده تخليه من 25 دقيقة كده، 25 ل30. لو شفتيه اتحمر واتكمر بقى كده باللون الرهيب ده، بعدين تطفي اسمه شنو وتطلعه. انا هقوم اطلع ده. هكمل ده ان شاء الله وهرجع لكم بالطريقة النهائية. شباب دي الطريقة النهائية طلعت لنا فيها البسكويت. دي الطريقة النهائية. فطلعت رهيبة صراحة. أنا أتمنى تجربوها وتدوني. شفتوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. شفتوا الطريقة النهائية. أنا حرصها هنا. أطفالي هيشربوا بيها الشاي. بسم الله. الأطفال هيشربوا بيها الشاي. يعني حاجة رهيبة جدا ما شاء الله. أتمنى تجربوها بالسمنة بالسمنة والزبدة مع بعض. طلعت بطريقة رهيبة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. أخدتها هنا الحمد لله. أخدتها هنا. الأطفال هيشربوها الشاي يقزقزوا بها. ما شالت بجيب حاجة تانية. فأتمنى إنه يعجبكم الفيديو
وتعملوا لي شير ومتابعة. تمام. انا هوريكم. شوفوا طلعت هشة. فانا اتمنى تعملوا لي متابعة ولايك وشير، أهم شي تجربوا الوصفة وتدونا رأيكم ونستفيد ونفيد إن شاء الله. الله يسعدكم.